كل الديمقراطيات نتاع أوروبا زادت في الجزائر. الجمهوريين، الثورة البرتغالية ترعرعت هنا، ماريو سواريز كان هنا، الثورة اليونانية كانت هنا، الثورة الإسبانية كانت هنا. إذن دولة عندها نفوذ في البحر الأبيض المتوسط في الدول الأوروبية، مش من اليوم. تجي أنا تدير مني دولة شمولية وما نعرفوهاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، بعد هذا المقطع المضحك المثير للسخرية في خرجة جديدة للمقرقب ديال عبد المجيد حشكم يوم أمس، طبيعة الحال هذا المقطع تسبب في موجة من السخرية عالميا. كل شيء كيضحك على هذا الرئيس الدمية الرئيس المحشش اللي كيخرج كيدير تصريحات وهو شارب ولا هو مقرقب. فمتابعينا الكرام، اليوم صباح اليوم صدرت تعليمات من النظام ديال حضارة الجزائر للإعلام، خصوصا القنوات التي قامت بنقل اللقاء التلفزيوني ديال عبد المجيد حشكم. صدرت تعليمات بحذف هذا المقطع بالداس التي يقول فيها على أن كل الديمقراطيات في اوروبا ترعرعت في الجزائر. ما كيحشمش هذا خونا، هذا وصل به يعني الكذوب لدرجه انه كيألف كذبه حتى الطفل غادي يعرف بانها كذبه. فمتابعينا الكرام، من قناه النهيق الى قناه الشروق الى قناه الجزائر الدوليه، كلهم حذفوا هذا المقطع من بعد ما كانوا نشروه يوم امس. ومتابعينا الكرام، العالم صباح كيضحك على هذا التصريح المضحك المثير للسخريه ديال عبد المجيد حشكم. دابا الا كان هذا هو المستوى ديال الرئيس ديال حضاره الجزائر، فكيفاش غادي يكون المستوى ديال البصبعيين اللي كيسمعوا هذا النوع من الخطابات وهذا النوع من التصاريح وكيتيقوا وكيعاودوا ينشروا هذا يعني الاكاذيب بشكل يعني مثير للسخريه وبلا حشمه في مواقع التواصل الاجتماعي. فمتابعينا الكرام، باش تاكدوا بان حتى هما عارفين بانهم وصلوا لواحد المستوى ديال الكذوب اللي غير مسبوق، ها هي التعليمات صدرت اليهم بحذف هذه المقاطع من القنوات ومن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.